لو جيت وفتحت اي ماتش قمه ديربي كلاسيكو في العالم بين فرقتين كبار، مش هتلاقي المدربين بيفتوا في التشكيل، هتلاقيه بيعمل تبديل واحد فقط لا غير في التشكيله. هتلاقي العالم كله عارف التشكيله، وده العادي. ليه؟ لانك بتنزل بافضل اللعيبه عندك الموجوده عندك، دي حاجه مش مستخبيه. ليه؟ لانك بتلاعب فريق قوي، فبالتالي هتختار افضل اللعيبه اللي عندك، عكس الزمالك او مدربين الزمالك. دايما في ماتشات الاهلي او اغلبهم في ماتشات الاهلي بيلعبوا في التشكيل او بيفتوا في التشكيل، معرفش ليه. عندك مثلا جوزيه مورينيو، الراجل اللي واجه برشلونه مع انتر ميلان في 2009 في نصف النهائي دوري الابطال، بيلعب برشلونه ميسي انيستا تشافي. الراجل عايز يلعب بتشكيلته العاديه، كان عنده مايكون باك يمين وخافير زانيتي باك يمين. هل خسر واحد على حساب واحد؟ ده لاعب مميز وده لاعب مميز. الراجل خلى مايكون باك يمين عادي ولعب خافير زانيتي في نص ملعب وكلفه برقابه ميسي ونجح وفاز 3-1. راح في العوده اتغلب 1-0 وبرضه حصل له حاله طرد في الدقيقه تقريبا في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه. تياجو موتا لعيب في نص الملعب، الراجل كمل وقال لهم دافعوا وبس، ونجح ان هو يوصل للنهائي واخد البطوله مع انتر ميلان. هل يكتفي بكده جوزيه مورينيو؟ برضه لا. انا ليه بقول لك او ليه بمهد لك او بديك مثال بجوزيه مورينيو؟ بعرفك ان المدرب يعني جوزيه مورينيو لما بيلعب قصاد فريق زي برشلونه بميسي ونيستا وتشافي وبيول وبوسكيتس وغيرهم وداني الفيج كتيبه، فرقه مدمره، الراجل ما بيغيرش في تشكيلته. الراجل مثلا ما بيفتيش. الراجل في 2011 واجه برشلونه في دوري الابطال، واجههم في الدوري، واجههم في نهائي كاس الملك. الراجل عشان يظبط تشكيلته ما غيرش غير لاعب او اتنين، بيبي مكان سامي خضيره وخلى بيبي مع تشابي الونسو كلاعب ارتكاز، وكريستيانو بس حوله في ماتش وحيد كمهاجم في ماتش نهائي كاس الملك اللي الريال فاز بيه بهدف كريستيانو بعد عرضيه من دي ماريا. ليه بقول لك كده؟ ان الراجل حافظ على فكره التكتيكي وغير لاعب او اتنين فقط لا غير، وكان عنده فكره واضحه ووصلها للاعيبته ونجح في بعض الماتشات. وعلى فكره ده نجاح، يعني الناس هتقول لك مثلا هو ما نجحش قصاد بيب جوارديولا في 2011. لا، هو نجح. ما هو انك تخسر الدوري، تقريبا خسر الدوري قصاد برشلونه في السنه دي بسبب بنقطه او بنقطتين او بثلاثه، وانك تخسر منه في نصف نهائي دوري الابطال برضه كان في، يعني مش عايز اقول لك ظلم تحكيم، ولكن كان في بعض اللقطات المثيره في ماتش الريال في الذهاب اللي ميسي جاب فيه هدفين. الهدف اللي هو بوسكيتس عملها له من او ساب له الكوره في نص الملعب وميسي كمل وجابها هدف. كان في طرد على بيبي، يعني كانت الناس بتشوف ان هي مش طرد، وكان في اصلا اساسا حاله قبلها على داني الفيش. ايا كان مش هخش في التفاصيل، بس بعرفك وبديك حاجه بقول لك ان جوزيه مورينيو ما غيرش. احمد عبد الرؤوف في ماتش الزمالك النهارده قصاد الاهلي في الماتش اللي انتهى بنتيجه 2-0 للاهلي في السوبر المصري، الراجل عمل كل الغلطات الممكنه في عالم كره القدم، بدايه من ان هو يبدا بعمرو ناصر، بدايه من ان هو يلعب بسيف جعفر وعبد الله السعيد في نص الملعب. انت كده لاغي 3 لعيبه، وشيكو بنزا اللي انت مرحله وينج يمين. طب ليه مش وينج شمال؟ لما جه الوينج الشمال الراجل راح بكوره وكانت خطوره على مرمى الاهلي اللي هو شاطها في الزاويه الضيقه. انا قلت لك قبل كده في ماتش الزمالك والاهلي اللي كان في الدوري واللي انتهى بنتيجه 2-1 للاهلي، قلت لك ان شيكو بنزا لعيب سيبه في الملعب في الماتشات اللي زي دي. ليه؟ برجله واسع، راجل بيعرف يجري دريبل كويس، هو مش شويط، ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يلتحم، ولكن انا سيبه في الملعب لعل وعسى في كور ممكن يكون او يدي خطوره فيها. اصرارك على عبد الله السعيد او اصرار معظم مشجعين الزمالك على عبد الله السعيد، ما اعرفش ليه. عبد الله السعيد يا جدعان اخره ربع او ثلث ساعه، والكلام ده انا قلته في بدايه الدوري. ليه؟ لان عبد الله السعيد خلاص 40 سنه، هو مش لوكا مودريتش، هو مش في رشاقه لوكا مودريتش، فبالتالي مش هيأدي زي لوكا مودريتش. حتى لوكا مودريتش الريال سابه ليه؟ لانه عايز يجدد. الزمالك ما بيجددش،
عبد الله السعيد الراجل ما عادش بيعرف يرفع، ما عادش بيعرف يشوط، وده شفناه في الماتش. ما عادش بيعرف يلتحم، وبرضه ده شفناه في الماتش. مش معنى ان هو نزل في ماتش بيراميدز وكان او ادى بطريقه كويسه ان هو يلعب اساسي النهارده قصاد الاهلي. لقطه الهدف الاول اللي فيه كل غلطات الكوره، بدايه من احمد فتوح اللي ساب مكانه فراح الونش يغطيه فساب مكانه. فالمفروض ان عمر جابر يرحل ويجي مكان الونش ويغطي، لكن عمر جابر ما عملش كده. طيب محمد شحاته رجع يغطي، برضه لا. عبد الله السعيد برضه لا. سيف جعفر برضه لا. ناصر ماهر برضه لا. مفيش اي لعيب نزل مكان الونش عشان يغطي. انا ما اعرفش ليه احمد فتوح كان ضامن للملعب جوه، ما اعرفش ليه بصراحه. ومحمد عواد اللي عمل برضه غلطات في الكوره دي، ما اعرفش ليه يا جدعان. انا نفسي الاقي تفسير. اصل انا كمدرب او كلاعب او كمشجع او ايا كان، حارس المرمى لازم الاقيه في ماتشات زي دي. ما انا لازم الاقيك، انا امتى هلاقيك؟ يعني الزمالك الشوط الثاني برضه كان مندفع حلو، كان مندفع. الزمالك مندفع، فبالتالي هتيجي عليها يا جماعه. ما جاش غير كوره واحده على محمد عواد اللي هي بتاعت الهدف بتاعت مروان عطيه. عمل ايه؟ طب هل تصدى لها؟ لا. هل شدني في الماتش ده؟ برضه لا. اصلا مش منزلك عشان البلنتيات، انا منزلك عشان في ماتش قبل البلنتيات ادي كويس قبل البلنتيات، وبعد كده بتيجي البلنتيات يبقى ادي فيها كويس. وعلى فكره انت مش مطالب في البلنتيات ان انت تتعمق، انت مطالب في الماتش الاول ان انت تأدي كويس. ياما حراس كانوا متألقين في الماتشات، ولكن في ركلات الجزاء مش حلوين فيها، مش حلوين فيها. طيب نخش على التقييمات. محمد عواد 0/10 لانه النهارده كان سيء جدا وعمل غلطات وحشه جدا وكارثيه. عمر جابر اللي فاقد لاساسيات كره القدم، وعلى عيني ان انا اقول كده لان انا بحب عمر جابر لانه راجل زملكاوي زملكاوي زملكاوي، ولكن كفنيا فهو 0. فان هو النهارده هياخد 0/10. احمد فتوح بسبب غلطه في الهدف الاول خرجته عن تركيزه في الشوط الثاني باكمله، على الرغم ان هو كان كويس في الماتش، او كان كويس قصدي في الشوط الاولاني باستثناء الغلطه. فاحمد فتوح ياخد 3/10. محمود الونش ياخد 2/10. محمد اسماعيل قلت ان هو عنده بعض الهفوات وهتيجي مع الاستمراريه، وكانت الهفوه فعلا في الهدف الارتقاء بتاعه ما كانش افضل حاجه. وقلت قبل كده في فيديو سابق ان هو في الالتحامات مش افضل حاجه، ودي عايزه مدرب يا جدعان. لعيب لما يبقى عنده بوادر في بعض الحاجات، في نواقص عنده انت بتكملها له. ما هو مش مثلا زي عمرو ناصر هو لعيب فقد اساس الكوره باكملها، فانا مش هحاول معاه، ولكن في لعيب زي محمد اسماعيل كويس في بعض الامور، لكن في قصور في بعض الحاجات. فانا بحاول مع محمد اسماعيل ياخد 2/10. محمد شحاته كان كويس النهارده باستثناء لقطه الهدف، جرى النهارده عامل التحامات، حاول ياخد 5/10. عبد الله السعيد 0/10. هو عبد الله السعيد خلاص شطب. ما اعرفش ليه اي مدير فني بيجي للزمالك لازم يلعبه، ما اعرفش من مين بتكون التعليمات، هل من المدرب ولا من الاداره اللي بتبقى فرضه رايها على المدرب ان هو يلعب. وما اعرفش ليه عبد الله السعيد جدد بصراحه. انا ما عنديش اي تعليق. سيف جعفر ما عنديش اقول لك غير ان سيف جعفر ياخد 0/10 لانه فاقد لكل حاجه. ناصر ماهر اللي خذلني، ناصر ماهر كان سائل النهارده ياخد 0/10. شيكو بنزا ما عندهوش غير محاولتين او انطلاقتين من الجنب اليمين والجنب الشمال، واللي كان المفروض يتعامل بشكل كويس مع الانطلاقه اللي كانت من على الوينج الشمال، كان المفروض يبصيها او حتى لو هيشوطها يشوطها في الجول، ولكن هو ما عملش كده. شيكو بنزا ياخد 2/10. عمرو ناصر اللي في لقطه اللي هي المفروض كانت هتحسب تسلل او تحسب التسلل، انت بتعمل ايه؟ جريتك على الشناوي اولا لا تدل على انك لاعب كوره، شوطك لا تدل على انك مهاجم ابدا نهائيا، جريك لا يدل انك اصلا برضه في الضغط، برضه لا يدل على ان انت لاعب كوره. معرفش ليه احمد عبد الرؤوف شاف في عمرو ناصر
ان هو يلعب اساسي على حساب الجزيري. هل عمرو ناصر في التدريبات احسن من الجزيري؟ ما اظنش. وما اعرفش برضه ازاي اللعيبه زي دي بتعدي من مرحله الناشئين. يا جدعان ما اعرفش، هل الناشئين في الناشئين الزمالك اصلا في كل مراحل الناشئين مفيش مهاجم افضل من عمرو ناصر؟ ما هو لو مفيش، ما دي تبقى كارثه، دي تبقى كارثه. عمرو ناصر ياخد 0/10. التبديلات: سيف الدين الجزيري اللي كان كويس النهارده، الراجل حاول وجاب هدف اتلغى، وطبعا هو ما يتلغاش. نقطة التحكيم طبعا مش هتكلم عليها، لان انا يعني زهقت من كتر ان انا بقيت كاره التحكيم اصلا في معظم الدوريات، لان الموضوع بيبقى بصراحة بقى مقرف جدا 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 جدا. سيف الدين الجزيري ياخد 5/10. احمد شريف الزمالك اشتراه على اساس ان هو مهاجم. مفيش ولا ماتش نزله ولعب مهاجم، مفيش ولا ماتش. كل الماتشات اللي بيلعبها بينزلها بيكون جناح وبيأدي وحش. هل هو في مركز الجناح كويس؟ ما اظنش كان عامل اي بوادر في مركز الجناح. احمد شريف 1/10. احمد حمدي 3/10. حسام عبد المجيد 2/10. اخوان بزيرة اللعيب اللي بينزل يستلم الكورة من الدفاع، بيطلع بينا، بياخد فاولات، بيلبس المنافس انذارات. احنا ما بنستغلش الكرات الثابته. الزمالك جاله كذا كوره ثابته كانت بتنفذ بطريقه سيئه، وكذلك ما استغلناش برضو خوان بزيرة في حاجات ياما، ولكن برضو هو عنده حته الفينش وحشه. انا قلت لك قبل كده دي حته المدرب. انا عندي لعيب بيعرف يعدي واحد على واحد، لعيب حريف، اشوف ايه الناقص اللي عنده. الناقص اللي عنده ان هو ما بيعرفش يشوط، متسرع في الفينش. بشتغل معاه يا جماعه، بشتغل معاه. احنا بنعمل ايه؟ احمد عبد الرؤوف غلطات كتيره في الماتش بدايه من التشكيل، وهو بعد ما جه فيه هدف في الشوط الثاني نزل بالتشكيل الصحيح. طب ليه ما لعبتش بيه من الشوط الاول؟ انت ليه بتجري ورا النتيجه؟ انت ليه بتجري ورا النتيجه؟ يعني مدرب الاهلي لما لقى تريزيجيه بيقول له عايز ابدل عشان الاصابه، هو عمل ايه؟ هل نزل لعيب مركز الجناح مكان تريزيجيه؟ لا، جه منزل بن رمضان لعيب نص ملعب. ليه نزل لعيب نص ملعب؟ عشان يقفل لك نص الملعب، لان انت بتلاحق النتيجه وهو راجل متقدم. هو راجل استغل اندفاعك وجاب هدف تاني. انت راجل نزلت من اول الماتش بتشكيل غلط، رايح تلاحق النتيجه. طب ليه؟ ما عنديش تفسير بصراحه للي عمله احمد عبد الرؤوف، واللي هو يعني ما استغلش ان هو بيلعب ماتش زمالك واهلي، وان هو كان يقدم نفسه بطريقه افضل من كده. حتى لو اخسر بس ادي بطريقه كويسه وقدم نفسك بطريقه كويسه، وبس كده. سلام.